3 2 1. اهلا بيكم، انا عمرو العزالي، ودي حلقه جديده من اخر مترو. حلقه يعني محضرنا لهاش قد ما احنا يعني الفتره اللي فاتت كنا محتارين نطلع نتكلم ولا نفضل ساكتين. يا ترى لو طلعنا هنتكلم نقول ايه في وسط الظروف اللي موجوده دي؟ سهل جدا ان اي حد يطلع قدام اي كاميرا ويتكلم ويفضل يتكلم، وممكن يعمل نفسه حزين او يكون حزين فعلا، ممكن يعمل نفسه مهتم باللي حصل كله او يكون فعلا مهتم، هو مش عامل نفسه او ما بيمثلش. يعني انا شخصيا يعني قبل ما نصور دلوقتي على طول جايز كنت مثلا بهزر او بضحك او اي حاجه، فده بيولد عند الواحد اسئله اكتر ما بيولد اجابات. يا ترى ايه اللي المفروض الواحد يعمله في الفتره دي؟ هل مقاطعه المنتجات كفايه؟ هل الخناقه كلها هتبقى سينا كولا ولا سبيروس باتس ولا اوسز ولا مش عارف ايه، ويبقى الموضوع كله يعني احنا اتحشرنا في الحته دي جهاد الحاجه الساعه، ولا يعني الموضوع هيروح بينا لفين؟ يا ترى اللي بيتكلم ده افضل انه يتكلم ولا افضل انه يسكت عشان ما يبقاش مدعي؟ هل المخلص لازم يكون دايما يعني ساكت او مش ظاهر او ولا الدنيا فيها ايه بالظبط؟ ولا الموقف كله اجل واعظم واكثر رهبة من اي كلام؟ يعني احنا دلوقتي بنعمل كل شيء سهل، وممكن كمان يكون بعضنا بدأ ينام وهو ضميره مرتاح تماما وشايف ان هو كده يعني النهاردة كان واقف بطل قدام تلاجة الحاجة الساعة، او ان هي كانت واقفة بطلة قدام رف المنظفات، ان هي اختارت المنتج المصري وما اختارتش المنتج المستورد او المنتج اللي بيدعم ولاد الهرمة. مش عارف يعني ما اظنش ان احنا عندنا، ما اظنش ان احنا عندنا اجابات على قد ما احنا عندنا اسئلة. في اخر مترو عندنا اسئله عن مواقف المشاهير اللي الناس كانوا مستنيينها. يا ترى المواقف دي كانت بالاهميه دي فعلا ولا لا؟ يا ترى الكلام ده غير فعلا ولا لا؟ يا ترى اللي عمله محمد صلاح يساوي اللي عمله محمد رمضان يساوي اللي عمله باسم يوسف، ولا كل واحد فيهم عنده مثلا خلفيه وعنده قدرات وعنده طريقه تفكير مختلفه عن التاني، فبالتالي بتطلع منتجات مختلفه في الاخر، وبالتالي تاثيرها على الارض برضو تأثير مختلف؟ ولا الأمر كله يعني محتاج مننا فعل على الأرض، وإن فعلا المقاطعة دي شكل من أشكال الفعل؟ طب هل المقاطعة دي ليها لازمة ولا ملهاش لازمة؟ يا ترى الكلام له لازمة ولا ملوش لازمة؟ يا ترى الكلام يبقى بالعربي ولا بالإنجليزي؟ يا ترى احنا محتاجين نكلم بعض ولا محتاجين نكلم الجيل الجديد ولا محتاجين نكلم الأجانب؟ في الأول وفي الآخر أي حد عنده يعني قدر من إحساس لازم يكون على قد ما هو بيتحرك أو على قد ما هو مشغول بالموضوع أو على قد ما هو بيفكر فيه، أو أحيانا ممكن صور الجثث أو صور الأطفال ممكن تهاجم خياله في النوم أو في الصحيان، لازم في أعمق نقطة من جواه يكون عارف ومتأكد إن احنا كلنا مقصرين وإن احنا كلنا بنعمل حاجة في منتهى السهولة. مش بقول إن احنا كلنا لازم نكون شجعان ولا إننا لازم نكون رجال حرب، لا، في ناس مننا بيبقوا جبنة أو قلبهم خفيف. أنا واحد من الناس، أنا من الناس دي، أنا مش بتاع ده، أنا بعرف أعمل حاجات تانية، لكن يا عالم الواحد لو اتحط في الموقف نفسه هيبقى رد فعله عامل ازاي. في كلام كتير جدا عن ان الانسان ما بيستهلكش اكتر من 5% او 10% من قدراته اصلا طول حياته، وانه لو اتعرض لمواقف معينة بيطلع منه ردود افعال هو نفسه ما يتصورهاش. لكن يعني اللي عايز اقوله بغض النظر عن كل ده، ان كل واحد فينا يكون في اعمق نقطة جواه يكون عارف ان هو ما بيعملش حاجة كبيرة قصاد اللي بيحصل. فعلا اللي بيحصل شيء يعني ابشع ويعني يعني اصعب من كل اللي احنا بنحاول ان احنا نعمله او نتكلم فيه هنا. هل حد عنده تصور كامل؟ لا، ما حدش عنده تصور كامل. هل حد محتاج انه يثبت للتاني القضية؟ لا، كلها بديهيات، والارض معروفة هي ارض مين ومعروفة هي ارض انهي ناس. لكن في الاول وفي الاخر يعني حتى اللي بيصور فيديو زي حالاتي بيقعد برضه يلف حوالين الكلمه دي ويلف حوالين اللفظ ده، وانا مش هقول دي عشان الخوارزميات ومش هقول دي عشان مش عارف ايه. الموضوع صعب جدا ومتشابك، واظن ان احنا يعني الطرف الثاني او الجانب الاخر زي ما بيسموهم في الجيش المصري
دايما بيكونوا مركزين على فكرة ان هو يكسب 1% كل يوم او يكسب 1% كل سنة. دايما بيشتغل لونج تيرم وبيبص لقدام جدا، في حين ان احنا دايما بيبقى عندنا كتلة او طاقة عاطفية كلها بتطلع في نفس اللحظة، وبعد كده خلاص محدش فينا مهتم ان هو يكسب 1% كل يوم. محدش فينا مهتم ان هو يغير نمطه هو الشخصي، يغير نمطه الشخصي في الشغل، يغير نمطه الشخصي في تعليم ولاده، يغير نمطه الشخصي في انه يخلي المحيط بتاعه افضل شوية، في ان مسألة ان هو نفسه يتطور في شغله ويوعي اللي حواليه بس بالقضية الفلانية اللي موجودة، ان ده لوحده كفاية، وان احنا ممكن بعد 10 سنين و20 و50 سنة نكون بني ادمين تانيين في محيط اخر او في مجتمع يعني افضل شوية، فنقدر وقتها ان احنا نقدر نحصل على شوية مكاسب لو احنا اقوى اقتصاديا او علميا او تقنيا او من الحاجات الاساسية اللي النهاردة الدول مبنية عليها. برضو اللي انا بقوله ده برضو هو مش اجابات على قد ما هو برضو يعني اسئلة بتشغل بال الواحد، هل كل ده مفيد ولا لا؟ لكن لو عندي اجابة وحيدة او عندي نقطة اساسية وحيدة، واسف لو الكلام مش مترتب وبعضه يعني متكرر، بس لو انا عندي نقطة اساسية وحيدة فهي اكيد ان اي حاجة احنا بنعملها النهاردة مهم جدا جدا ان هي تتعمل، ده من ناحية، ومن ناحية تانية لازم نكون مدركين ان هي يعني ولا حاجة بالنسبة للتضحيات اللي بتتم بالفعل في موطن الصراع. انا عمرو العزالي، ودي كان يعني ده كان فيديو كده ترددنا كتير ان احنا نعمله، لكن ادينا يعني صورناه وقلنا اللي عندنا بعبله زي ما بيقولوا، يعني من غير ما نرتب اي حاجة ومن غير مونتاج حتى. شكرا، وان شاء الله نتقابل في حلقة جاية من اخر مترو.